الجوني حمدان دقلو أحد أشقاء حميدتي وأخ لعبد الرحيم دقلو. الجوني يختلف عن أخيه غير الشقيق عبد الرحيم، فهو لم يعرف عنه العنف وغير ميال للقتال، بل لم يشارك في معركة واحدة طيلة حياته. رغم ذلك يحمل رتبة ضابط عظيم بميليشيات الدعم السريع، ويعتبر الرجل الأول فيما يختص باستثمارات آل دقلو وعلاقاتهم الخارجية، فهو الأعلى تعليما بينهم والأكثر انفتاحا. حياته بين مدن السودان وعواصم الدول الغربية والخليجية والآسيوية، مما قلل ارتباطه ببادية دارفور وعنفها. ولكن وكما المثل السوداني: القلم مبزي البلم، فهو من أكبر ناهبي موارد السودان وممولي هذه الميليشيات المتوحشة، ملطخا يديه بدماء الأبرياء، منتهكا أعراض الشريفات، مشردا للشعب السوداني. المقربين من الجوني يطلقون عليه مصطلح سنة ناعمة، وهو تعبير عن عومته وليونته، بل أبناء عمومته اتهموه تهما تصل حد القذف. هذا يبدو سر رفض أسرة فضيل تزويجه من ابنتهم وهو في سن صغير، ذلك جعله يبتعد من قبيلة الرزيقات وعاداتها وتقاليدها، وهذا يتضح جليا في منهجه لإدارة شركاته، فأغلب الوظائف العليا فيها كانت من نصيب أصدقائه من شمال وشرق السودان، بينما الرزيقات وبقية مكونات الدعم السريع مجرد سواقين وحراسات وغفراء في تلك الشركات، ما عدا أقربائه من جهة الوالدة، حيث تعتبر أسرة عيسى أو عيساوي والد أمه هي الأسرة الأقرب للجوني، والأقرب لشقيقه موسى الذي تزوج منهم، ولحميدتي التي كانت زوجته الثانية منهم. عموما الجوني صاحب سياسة منفتحة تختلف من سياسة عبد الرحيم الذي أعطى المناصب المهمة في شركاته لمن يتمتعون بالولاء القبلي للأسرة، وعبد الرحيم وأسرته أكثر ميولا لأبناء العمومة، وهذه من أسباب الخلافات لفترة طويلة بين عبد الرحيم دقلو والجوني دقلو. شارك الجوني في أغلب المفاوضات ولم يتطرق لأي شيء غير رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن شركاته، فلا يهمه هؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون ويموتون من أجله، ولا تهمه مطالبهم ولا قضاياهم. في هذه السلسلة سوف نحاول تعريفكم بالجوني بموضوعية، فهو الكرت الرابح الأخير لآل دقلو، ونحاول بسرد تاريخي معرفة الشخصيات المرتبطة بالجوني وشبكة علاقاته واستثماراته. وفي كل حلقة سوف نكشف لكم شخصيات وأسماء تعمل عند الجوني أو تعاملت معه، لذلك قد نتطرق لبعض الجوانب الشخصية فقط من أجل توضيح هذه العلاقات ونشأتها. الجوني في تشاد تعني الحافظ للقرآن، إلا أنه للقرآن لم يحفظ، بل حتى هذا الاسم لم يروقه. ففي فترة دراسته الجامعية لتقنية المعلومات بكلية الشرق الأهلية بشرق السودان قرر أن يسمي نفسه أيمن، وتنكر لمؤسسة الدعم السريع ولقبيلته، وكان يقول لزملائه في السنين الأولى إنه من أسرة غنية من غرب السودان تعمل بالتجارة. الصدمة النفسية الثانية التي تلقاها أيمن أو الجوني كانت من عشيقته شهلة بنفس الكلية التي رفضته بنفس أسباب أسرة فضيل، مما أثر ذلك على نفسيته وأدى إلى تعثره في الدراسة ليعيد سنة كاملة. بعدها حاول أن يبني علاقات جيدة مع أبناء كسلة ومع بعض أبناء البني عامر، وعرض على حميدتي سياسة الانفتاح داخل الدعم السريع لقبائل أخرى، سياسة لم ترق لعبد الرحيم كثيرا لكنها راقت لحميدتي الذي توسط للجوني من أجل الزواج من مكونات الشرق ومصاهرتهم ومن ثم استقطابهم. وقع الاختيار على رقية من قبيلة البني عامر، والبني عامر قبيلة سودانية من شرق السودان ولها تواجد كذلك في أريتريا، حالها كحال كثير من القبائل الحدودية. رقية كانت من بني عامر أريتريا، من أسرة بسيطة هاجرت إلى السودان كهجرة آل دقلو من تشاد. والدتها سعدية كانت تبيع الأكل بالسوق في ريف كسلة، لكنها ربت أولادها بطريقة بسيطة وشريفة. منزلهم بحي الترعة شمال أبو خمسة
وأخ رقية وابن سعدية عادل كان يعمل سائق أجرة ليساعد والدته. رفضت هذه الأسرة البسيطة الجوني في بادئ الأمر رغم إغراءهم بالمال الخرافي، حتى استطاع الجوني عن طريق حميدتي إقناعهم بالزواج منه بتدخل من والي كسلة آدم جماع. أتم الزواج، وسرعان ما أفسد الشيطان تلك الأسرة البسيطة، وجندت رقية بعض صديقاتها للعمل لصالح الدعم السريع. أما أخوه عادل فعل نفس الشيء في الترويج لميليشيات الدعم السريع وتجنيد البني عامر لها. بعد اندلاع الحرب عادل هرب إلى قطر وسفر أسرته إلى مصر عن طريق التهريب، وقام بتأجير محلاته لأريتري اسمه عبد المجيد للمتاجرة في العملة، وقام بإرسال أموال ارتزاقه من الدعم السريع لأقربائه ياسر ومصعب. أما أمه سعدية حماة الجوني مقيمة في السعودية، ورقية بعلة الجوني موجودة في الإمارات. الجوني كون صداقات مهمة بكلية الشرق الأهلية، واستطاع استقطاب عدد من الأصدقاء والزملاء بل وحتى الأساتذة من أبناء تسلة وبورت السودان والقضارف للدعم السريع. أهمهم أحمد عبد الله الفكي جبالي الذي كان يسكن بحي العرب مربع 13 بمنزل الناصية. الجبالي من أسرة كيزانية. شقيقه هاشم عبد الله الفكي كان الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بكسلة، وشقيقه محمد عبد الله الفكي ضابط بالقوات المسلحة، وكان له علاقة بتفويج القوات إلى اليمن. شقيقهم زكريا عبد الله الفكي كان يعمل مساعد مخرج في قناة الشروق، ثم في إعلام الدعم السريع ومؤسسة دعامة FM. وشقيقه يحيى من الذين أقنعوا أحمد أن ينضم للدعم السريع وفقا لرغبة الجوني، ذلك بعد أن فشل أحمد بالسعودية حيث عمل بمستشفى بمكة في وظيفة إدارية، وبعد زواجه احتاج للأموال. زار الجوني السعودية قبل 4 أعوام من الآن ليستقبله بالرياض يحيى عبد الله الفكي، وفي مطعم بالرياض اسمه بيت الشاورما سلم الجوني يحيى حقيبة مكدسة بالدولارات. بعدها انضم أحمد الجبالي رسميا للدعم السريع، وتم منحه شقة وسيارة تويوتا وتذاكر سفر مجانية للسفر بين السعودية والإمارات. وكان له دور في تجنيد كثير من الصحفيين والنشطاء. في تلك الفترة جند منعم سليمان للعمل لصالح الدعم السريع. كذلك تولى مناصب إدارية في شركات الجوني الخاصة بالإنشاءات وغيرها من الشركات، حتى صار الساعد الأيمن للجوني لأكثر من 3 سنوات. بعد الحرب هربت أسرة الجبالي إلى مصر، ولحق بهم أشقاء الجبالي بعد مكوثهم بحي جبرة لبعض الوقت. أحمد الجبالي لم يكن وحده من تم تجنيده إبان دراسة الجوني بالشرق الأهلية، حيث الجوني وعادل حامد دقلو، وهذا عادل آخر من أقرباء الجوني، استطاعوا تجنيد عدد من الأساتذة والطلاب مثل أستاذ الكيك محمد عبد الله الذي كان يسكن بحي المربعات، وأستاذ التاج الذي كان يسكن بغرب القاش، وياسر سيف من أبناء القضارف، وإبراهيم محمد وغيرهم. تم تعيين أستاذ التاج والكيك بشركة الجوني الخاصة بكاميرات المراقبة، وتم تأجير شقق لهم بحي جبرة شمال مطلة على إشلاق المدرعات. في تلك الفترة حافظ الجوني على علاقته ببعض الأسر من الرزيقات، ولم يقطع علاقته بالقبيلة تماما، لكنه اختار من تربى معهم في الطفولة وهم أقرباء والدته كما ذكرنا. والسبب في ذلك أن أقرباء والدة الجوني وحميدتي يعملون في الحراسات الشخصية للأسرة، فكلكم تعرفوا أحمد أبندر حرس حميدتي وأكبر تاجر مخدرات في السودان. أما هذا فهو حبيب آدم عيسى، وحبيب تخرج كملازم أول في النظم، ثم تولى إدارة الحماية والمراقبة للدعم السريع، وهو المسؤول عن كاميرات مراقبة حميدتي وعبد الرحيم دقلو، ومعه معتز يعقوب، يراقبان كل العاملين في مؤسسات الدعم السريع ومنازل القادة، ويتولى مسؤولية توزيع أفراد الحماية. أخت حبيب متزوجها موسى شقيق حميدتي والجوني. حبيب كان من ضمن فريق تأمين البعثة الفرنسية، ثم تغيب بعد ذلك عن الخدمة لحضور كأس العالم في قطر. عبد الله حبيب صديق آدم عيسى، موسى آدم عيسى حرس عبد الرحيم دقلو، عيسى آدم عيسى صاحب شركة أوريجينال للمعدات الطبية ومن المسؤولين عن ترويج المخدرات للشباب. كل هؤلاء لم يشارك أحد منهم في الحرب،
بل منعمين مترفين كسائر أسرة آل دقلو الكبيرة. نساءهم وأطفالهم يعيشون حياة الملوك، فهم أبناء المصارين البيض منعمين في الإمارات، ويقاتل لهم عبيدهم ومرتزقتهم ليحلكوا، وتظل أسر الرزيقات الموجودة في بادية دارفور بلا تعليم ولا تنمية، بل بعد هذه الحرب سوف ينظر لهم الشعب السوداني بنظرة سيئة. ورغم ذلك يبخل عليهم آل دقلو حتى برتبة، بينما أمثال حبيب آدم عيسى من ملازم أول تم ترقيته مباشرة إلى عقيد. نتوقف هنا من هذا التوثيق، وفي الحلقات القادمة سنكشف لكم المزيد من الأسرار، فتابعوها.